وصفة تطويل الأظافر قبل العيد في 3 أيام بس. هتواظبي عليها هتلاحظي فرق كبير في تطويل وتقوية الأظافر قبل العيد. كمان هتعرفي تصلي، مش هنمنع الوضوء وهتصلي صلاة العيد. وكمان مش هتحتاجي تركبي ضوافر علشان ضوافرك هتكون جميلة قوية وكمان طويلة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ويكونوا اطفالكم واسرتكم في اتم الصحه وكمان في احسن حال. النهارده ان شاء الله فيديو مهم قوي للايام دي، وهي ان كلنا بنبدا ندور على وصفات طبيعيه للبشره للشعر للاظافر، بالذات ان انتشرت قوي تركيب الاظافر والفيك نيلز. فللاسف بيبقى بيمنع منها الوضوء وما بنعرفش نصلي صلاه العيد ولا نصلي الصلوات بتاعتنا. النهارده هقولك على وصفه طبيعيه المستحضرات بتاعتها من البيت وسهله جدا وكمان على قد الايد ان شاء الله. هتخلي ضوافرك طويلة كمان قوية وكمان شكلها صحي اكتر. كمان الاسمرار اللي حوالين الاصابع ده هيبقى معاكي بيتعالج كويس جدا لو استمريتي على الوصفة دي. هقولك المكونات مش هطول عليكي، بس يا ريت تشتركي في القناة علشان يوصلك كل فيديو جديد، وكمان لو هتحطيلي لايك منك. ويلا نبدأ الوصفة الجميلة دي. لو عرفتوا مكوناتها ان شاء الله كلكم هتفرحوا، لان هي متوفرة في اي بيت، مش لازم تروحي تجيبي مستحضرات غالية. وكمان احنا قبل العيد ان شاء الله مش هغرمك كتير. اول حاجة هو الثوم، بعد كده الليمون، وكمان زيت الزيتون. ان شاء الله الثوم والليمون موجودين في كل بيت. طب وزيت الزيتون لو مش عندك، هاتي الازاز الصغيرة اللي عند العطارين، يعني شوفي اقل حجم عنده. في بيكون 50 جرام، مثلا 100 جرام، شوفي انتي على حسب ما هتقدري تشتري وخليها عندك. هتفيدك جدا في وصفات بقى، ماسكات للبشرة، حمام زيت للشعر، وصفات للأظافر، حلو جدا. طيب احنا قلنا المكونات الوصفة الجميلة دي هي توم وليمون وزيت زيتون. هتستخدميها كم مرة في اليوم؟ مرتين لمدة 3-4 أيام لغاية العيد، وان شاء الله هتلاحظي نتيجة كويسة جدا. في مننا ضوافر بتطلع كويس وما بتاخدش وقت، لكن بتتقصف بسرعة وتتكسر، مش قوية. استخدمي الوصفة دي حلوة جدا في تقوية الأظافر. في منا ضوافر قوية بس بتطلع بالراحة جدا، تاخد وقت جدا، ما بتطلعش بسرعة، يبقى محتاجة حاجة تطولها من الأظافر. برضو الوصفة دي ممتازة. طيب احنا هنستخدمها مرتين في اليوم. طيب هي هتعملي ايه؟ اول حاجه هي هتبيض لك من الاسمرار اللي حوالين الاظافر، وده على فكره الاغلبيه مننا عنده الاسمرار ده، وده طبيعي جدا. بس بنحاول ان احنا بقى بالسكراب والماسكات والترطيب بنبدا ان احنا نقلل منه. الوصفه دي حلوه قوي ان هي تقللك من الاسمرار اللي حوالين الاظافر. تمام. طيب تاني حاجه بتقوي جدا من الاظافر، لان عندك الثوم وحامض الليمون بيبقوا حلوين قوي في ان هم يقووا من الاظافر. يبقى لازم علشان ضوافرك تبقى تفضل معاكي فترة وتفرحي ان بقى ضوافرك طويلة ومش محتاجين نركب ضوافر، لازم تكون قوية عشان ما تتكسرش بسرعة. علشان كده ان شاء الله الوصفة دي هتقويلك جدا من الاظافر اللي هتبدأ ان هي تطول معاكي الفترة دي. طيب تالت حاجة ان هي هتسرع من تطويلها، وده اللي كلنا محتاجينه الايام دي، لان خلاص فاضل على العيد 5-6 ايام فمفيش وقت. ففي مننا كتير بيروح يجيب الضوافر الجاهزة وبيركبها، بس للأسف بتبطل الوضوء ومش هينفع تصلي بيها. وكمان ما بتبقاش حلوة، يعني هي شوية وممكن اللي يقع منها ويتفك، وبتبقى اوفر شوية. لكن لو انتي اهتميتي وعملتي الوصفة دي هتبقى ضوافرك طبيعية جميلة، تقدري ان انتي ما تحطيش عليها حتى اي مونيكير وتصلي بيها عادي وشكلها لطيف. طيب رابع حاجة في الوصفة دي ان هي بترطب لك جدا من الاظافر. على فكرة ما هو ترطيب الاظافر وترطيب الجلد حوالين الاظافر ده بيخلي الاظافر نفسها قوية مترطبة متغذية كويس، فبالتالي مش هيتقصف معاكي بسرعة، هيبقى قوي مش ضعيف وهيطول معاكي بسرعة. طيب يبقى احنا كده قلنا المكونات وقلنا نستخدمها مرتين، وقلنا كمان هي هتعمل معاكي ايه. طب هتعملي ازاي الوصفة دي؟ هتعمليها بطريقة سهلة جدا. احنا قلنا هتعمليها مرتين في اليوم، واستغلي بقى الوقت اللي انت في المطبخ فيه واعمليها. اول حاجة هتجيبي فص الثوم، تمام، هتجيبي واحدة كده وتبداي ان انت تفركي بيها كل الاصابع. تمسكي ضافر ضافر وتبداي ان انت تفركي كويس جدا بيه، مش اللي هو تمشيه مره واحده كده وخلاص، لا، افركي كويس، خلي الضافر كله من الثلاث جوانب. يبقى انت كده فركتيه وتغلغل فيه التوم. ليه؟ التوم كل ما هيطص في الجلد والضافر هيستمد منه، هتلاحظي ان شاء الله هيطول معاكي بسرعه وهيكون الضافر قوي كويس جدا غير الاول. طيب لو انت مثلا ضوافرك ضعيفه خالص ومش طالعه، مش هتعرفي تفركي فيها التوم، افركي التوم في الجلد نفسه،
خلي الجلد نفسه هو اللي يشرب التوم ده علشان يطلع الضوافر معاكي بسرعة. طيب بعد ما عملتي ضوافر ايدك، لو عايزة تعملي اظافر رجلك، في منا بنات بتحب ان هي اظافر رجلها تكون طويلة شوية عشان تحط فيها مانيكير، لو انتي حابة اعمليها برضو. طيب بعد ما خلاص خلصتي التوم فركتيه في كل الاظافر، تجيبي بقى نص ليمونة وتبدأي ان انتي تفركي بيها كل الاظافر تاني، بس تفركي بقى كويس. الليمون حلو جدا ان هو يعالج الاسمرار اللي حوالين الظافر نفسه، فافركي كويس الجلد حوالين الاظافر، وكمان الاظافر نفسها من مكان المانيكير كده والضفر نفسه افركي بالليمون كويس. طيب انا كده خلاص خلصت، حطيت الليمون وحطيت التوم، سيبيه بقى شويه، هسيبيه هينشف كده في ضوافرك، سيبيه شويه على قد ما تقدري، 10 دقايق ربع ساعه سيبيه. بعد كده هتغسلي بقى ايدك كويس وتجيبي زيت الزيتون ترطبي بقى، ترطبي ضوافرك كلها وتسيبيه بقى. خلاص مش هتغسلي، انت هتسيبي زيت الزيتون على ضوافرك وتسيبيه. انت كده عملتي وصفة تغذي بيها ضوافرك وتطلع ضوافرك بسرعة، وفي نفس الوقت رطبتي ضوافرك بزيت الزيتون. وصفة حلوة قوي، جربوها هتعجبكم جدا، وهتلاحظوا ان انتوا مش هتجيبوا اصلا ضوافر على العيد ومش هتركبوا ضوافر، لان ضوافركم هيبقى شكلها جميل جدا وكمان طويلة. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو محتاجين اي سؤال سيبولي وانا هرد عليكم على طول. شكرا ليكم وشكرا المتابعة، باي باي.